واهم شيء هي 3 نقاط. بعيدا ما نمشيوش بهذيك العقليه ديال اننا سنتباراو على المرتبه الثانيه، نكونوا نديروا نفترضوا اننا مازال على البطوله ونلعبوا عليها. وكذلك نشوفوا من هنا لقدام الوداد الى مشات بهذا المستوى هذا ومشينا على حسب الاستراتيجيه اللي هي مخطط لها يكون اكيد الوداد في السنوات الجايه ان شاء الله راه غتكون بعبع افريقيا وكذلك بعبع البطوله المغربيه، وديما ندرسوا الخصم ديالنا. وكذلك بعض الاخوان الله يهديهم تيقول لك شباب المحمديه، هذيك شباب المحمديه راه حنا درناها وعندنا المقابله الجايه ان شاء الله مع مكناس وربحتنا مكناس. لذلك ما نقولوش راه شباب المحمديه، راه مكناس، راه الرجاء، راه الجيش، راه بركان. لا، نلعبوا ماتش ونتكونسونطراو. السلام عليكم احبتي في الله، اينما دمتم في اي مكان دمتم صحه وعافيه. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا العنوان ديالو هو تحليل المباراه اللي كانت ما بين الوداد البيضاوي وكذلك الشباب المحمدي، ويسينا حتى يتلعب الماتش ما بين بركان وكذلك الزمامره باش نشوفوا الترتيب ديال الوداد البيضاوي دابا حاليا في المرتبه الثانيه بخساره ديال الزمامره، خسرت امام بركان، وكذلك خساره ديال الجيش الملكي امام فريق ديال الفتح. ولذلك الوداد من المرتبه الرابعه ولات المرتبه الثانيه. لذلك خاص الفريق ديال الوداد يتكونسونطرا في جميع المقابلات وما طيح من حتى شي فريق، ويلعبوا على نقاط القوه ديال الوداد وكذلك يلعبوا على نقاط الضعف ديال الفريق اللي غادي يواجهوا. المهم قبل ما نبداو في الفيديو نعطيو مجموعه من التفاصيل الاساسيه. اول حاجه غادي نديروا واحد التذكير اللي هو اساسي، الا كنتي ما تتصليش بدا الصلاه، حيت اهم من اي شيء من هذا الفيديو هذا ومن اي شيء تتخيلوا في حياتك بدا الصلاه اللي هي اول حاجه. ثاني حاجه اللي غادي نبارطاجيو معكم الاخوان فيما بغيتوا انهم يوصلوا الفيديوهات ديال الطابع الرياضي اللي تهم العائله البيضاويه وكذلك فيديوهات ديال الطابع الرياضي اللي تهم المنتخب المغربي وكذلك المجالات ديال الاقتصاد والمجالات اللي غادي تنفعك انت كمعلومه. ما تنساش انك تشترك وكذلك تسيبورتي لنا بواحد اللايك تشجع هذا المحتوى هذا وكذلك ننميو العائله المتواضعه. بلا ما نطولوا الاخوان ندخلوا في الموضوع. اول حاجه اللي غادي نبداو بها هي شكر خاص وعام لجميع الجماهير اللي حضرت في المباراه ما بين الوداد البيضاوي وكذلك الشباب المحمديه، وكذلك الشكر كذلك بالنسبه للجماهير المخفيه اللي متبعه هذا الفريق اللي هز الدرابو ديال المغرب ماشي على مستوى البطوله المحليه بل هزها على مستوى التنافسات اللي هي عالميه اللي ظهرت فيها الدرابو ديال المغرب وكذلك الشعار ديال الوداد البيضاوي والامه البيضاويه ان فريق ليس بالسهل، واحد الفريق اللي تيمثل الامه المغربيه. المهم هذاك الشيء اللي كنا تنقلبوا عليه اننا نشوفوا اللعب ونشوفوا الجرينتا وكذلك هذاك المستوى وذاك الميركاتو اللي كنا تنتمناوه شفناه دابا حاليا. انا دابا حاليا من ضمن النظره ديالي تنشوف ان الوداد على الاقل عنده 3 فراقي ولا 2 فراقي في فرقه واحده. هذا هو المبتغى اللي كنا تنقلبوا عليه، ان اللاعبات تكون عندهم تنافسيه وكذلك دوك هذا الاحتياط من تدخل شي لاعب رومبلاسون تعطيك هذاك اللاعب حلول. ما بقيناش نشوفوا غير التشكيله الاساسيه اللي تنلعبوا بها وصافي وتنظهروا الاوراق ديالنا. هذه هي التشكيلات اللي بغينا اللاعب يكونوا في الفورمه ديالهم ويكون واحد الغوطاسيون وواحد الدوران ديال اللعابه وفي نفس الوقت اننا نشوفوا الاداء. واليوم شفنا اللعب ما شاء الله. غادي نشكروا جميع اللاعبه رغم كاينين شي حوايج اننا حتى الفيديو الجاي وغادي نذكرهم ونخليو لكم فرصه انكم كذلك فين تكتبوا لنا وتخليو لنا الاراء ديالكم ونتبادلوا الافاده والاستفاده في الاطار ديالها. نشكروا جميع اللعابه، غادي نشكروا الطاقم التقني اللي تاق فيهم ماكوين ومشى انه يمشى يحضر الجنازه ديال الجده ديالو اللي توفات، وكذلك هاد الثقه دي ما يمكنش انك تمشي وتخلي الطاقم التقني الا وانك تثق فيه وان الطاقم التقني ديالك كذلك تيلعب، وكذلك الاحترام ولونغاجمون ديال اللاعب. الوداد شنو اللي خاصه لعابه اللي عرفوا انه باش يبان خاصو يعطي لهذا الفريق هذا ماشي هو انه كبر من الفريق كما شفنا بحال الشادلي. هذيك النهار قلت انا قلت الشادلي انه من دخلوا ماكوينا بقى غير تيهز في رجليه، واخا هو لاعب كوير وعنده الامكانيات والكفاءات ديالو، ولكن اي لاعب تتكبر على الوداد واخا يكونوا عندك مشاكل مع المدرب ولا عندك مشاكل مع المدير ولا يكون عندك مشاكل مع اللعابه، عمرك ما تهز رجلك في الوداد. دخل تقاتل عطي الماكسيموم بوسيبل سير وخلي بلاصتك زوينه. هادشي هذا الرساله اللي بغينا ان اللعابه يديروها. وكذلك بعض الاخوان الله يهديهم تيقول لك شباب المحمديه، هذيك شباب المحمديه راه حنا درناها وعندنا المقابله الجايه ان شاء الله مع مكناس وربحتنا مكناس. لذلك ما نقولوش راه شباب المحمديه، راه مكناس، راه الرجاء، راه الجيش، راه بركان. لا، نلعبوا ماتش ونتكونسونطراو وديما ندرسوا الخصم ديالنا واهم شيء هي 3 نقاط.
وكذلك اللعابه يكون واحد الانسجام، يكونوا ثنائيات، يكونوا ثلاثيات، يكونوا رباعيات. ما تشوف بحال هاد القضيه هادي وتشوف النقطه ديال القوه ديال الوداد الا وانك غادي تخدم عليها. الوداد ماشي غير غادي تكون بعيدا، ما نمشيوش بهذيك العقليه ديال اننا سنتباراو على المرتبه الثانيه، نكونوا نديروا نفترضوا اننا مازال على البطوله ونلعبوا عليها. وكذلك نشوفوا من هنا لقدام الوداد الا مشات بهذا المستوى هذا ومشينا على حسب الاستراتيجيه اللي هي مخطط لها لكم، اكيد الوداد في السنوات الجايه ان شاء الله راه غتكون بعبع افريقيا وكذلك بعبع البطوله المغربيه. المهم اخوان بلا ما نطولوا عليكم الفيديو، خليونا الاراء ديالكم والى اللقاء.